السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم. رجعت لكم بفيديو ثاني، وحبيت تسمعون صوت العصافير الحلو اللي ينطينا تفاؤل من الصبح. بناتي دوامهم صباحي، وبعد ما الله وياهم راحوا للمدرسة كنت غاسلة وجوه الكوشات، فقاعدة أخيطهم. طبعا ياخذون وقت هواي، صدق أتعجز من خياط الكوشات. إن شاء الله أحاول أخلي لهم سحاب. هنا دا أشوفكم المواعين اللي على السنك. بديت بالثلاجة، ما بيها فد شي الثلاجة صراحة. همينة ما أخلي بيها القد خضروات، لأنه تتجمد وتخرب الخضرة والطماطة والخيار، فصايرة مخزن. إن شاء الله هم أحاول أبدلها، ما بقى على هاي الثلاجة. هذا التفاح ياكلوا بناتي ويرجعوا بالثلاجة، فما أذبه صراحة، أخليه أجمعه وأسوي بعدين فطيرة تفاح أستفاد من عنده. مسحة خفيفة ما بيها فد شي، مجرد خضروات شوية وقع بيها. خلصتها، وهنا شوية طلعت الشمس، فقلت أفتح الجام شباك والبردة. كالعادة أكيد تشوفون الذبان، ما أعرف ليش يدخل بين السيم والجام، فأول ما أفتح الجام يحاولون يدخلون، أطلعهم. هاي مواعين البارحة أغسلها، ما دخلها الكاونتر إلا بعد ما تتصفى تماما، حتى لا تسوي ريحة بالكاونتر. وأكيد بلشت بغسل المواعين. وهي هاي روتينات اليومية اللي تبدي نرتب البيت ونكنس، نغسل مواعينا، نحاول نخلص شغلنا قبل لا يجون أكيد الجهال من المدرسة، لأنهم من يجون راح يرتاحون شوية ونبلش دروس. احنا خلصوا امتحانات الشهر الأول، وخلصوا الحمد لله امتحانات الشهر الثاني. اليوم كان آخر امتحان عندهم، راحوا عندها اجتماعيات بنتي بصف الخامس. فالصراحة الامتحانات يعني كلش تاخذ وقت من عندي، لأنه لازم أتابعها. هاي مواعين البيض أخليهم آخر شي، وأحب أنظفهم بإيدي قبل لا أغسلهم بالجلافة. وهاي الجلافة ما أعرف ليش أنا لازقة بيها، بس صراحة أحبها لأنه تنظف صدق المواعين، رغم إنه ما تسوي غف. قد ما أخلي من يعني سائل المواعين الزاهي، بس لأنه تنظف بيها سيم أحب أستخدمها. خلصت المواعين، هاي آخر وجبة. وأكيد أخذهم أصفيهم على السنك الثاني، لأن اللي أفتح الشباك هوا والشمس يتعقمون ويتنظفون، يعني ينشفون، حتى أرجعهم للكاونتر مرة الأخرى. ما أعرف ليش أعرف البوري مفتوح دائما هيجي. خلصت المواعين هنا، دا شوية أنظف حوض السنك. هاي المصفى كلش حلو، ما يخلي بقايا أكل أو فد شي تنزل للمجاري.
هذا السنك يعني صراحة من فصلنا للجزيرة كنت أريد ستيل يعني، وقلت له أريد ستيل بس تفاجأت بيه لما جابه. هو أيضا ستيل لكن مغلف فد مادة. فدا لاحظ شوية هاي الحوض الداخلي هنا بيه صار شخط يعني، ما من المواعين أو من السيم ما أعرف، وهو ما صار له فترة طويلة يعني تقريبا شهرين، يعني خطوط هيجي بسيطة صارت بيه. فما أعرف اللي مجربينه يعني شو تقولون، هذه نوعية زينة؟ بعد ما خلصت المواعين كنت بنقع فاصوليا، أو والله ما نقعها أني، مجرد أخليها يعني هيجي سريع، أغسلها، أحضر مي حار، أخليها بالمي الحار ربع ساعة، أطفيها ربع ساعة أخرى، بعدين أرجع أشغلها، راح تستوي بسرعة ما تاخذ وقت. يعني أنقعها عفوا أخليها بالمي الحار ربع ساعة على النار، بعدين أطفيها، أبقيها ربع ساعة بدون ما أشغل جواها النار، ورا ربع ساعة أو ثلث ساعة أرجع أشغل جواها النار وأخليها تستوي، راح تستوي بسرعة. والمعجون أضيفه بعد ما أشوفها يعني استوت. طبعا هنا استوت شوي زايد، دائما ما أخليها توصل لهيك شي، وأخلي وياها المعجون أحمسه حمسة زينة هو والثوم، ما أخلي بصل، وبعدين أخلي لها المي الحار. أحب هاي الطريقة كلش، وطعمها يطلع كلش طيب، تطلع ذايبة يعني الفاصوليا مستوية كلش زين. وأكيد التمن أخليه على الزيت أحمسه شوية، ايش قد ما ينحمس التمن على الزيت يتفلفل يعني ما يلزق بعد، تحسين كل حباية تصير وحدها. والمي أكيد تعرفون المستوى ماله فوق التمام بشوية يصير. وها هي صار الغدا. طبعا زوجي راد الفاصوليا الثريد، ما أعرف شلون. وهاي التفاحة اللي قلت لكم عليه سويتها فطيرة تفاح، أتمنى يعجبكم الفيديو.